جايب لك شويه اخبار كده عن نادي الزمالك قبل مباراه سموحه. ماتش سموحه اللي هو بكره حياه او موت، ماتش بعنوان اكون او لا اكون، يعني يا هكسب الدوري يا مش هاخد حاجه، وماتش هيعكس شخصيه لعيبه نادي الزمالك في ارض الملعب، ان مهما حصل او مهما كان في نتائج سلبيه ممكن تحصل، ان انت قادر ان انت تلم نفسك وترجع تاني اقوى من الاول. وهو ده اول خبر معانا، هو مش خبر بالمعنى الحرفي ولكن هو بيعكس لك نفسيه لعيبه نادي الزمالك في المعسكر وقبل مباراه سموحه. ابتدوا ان هم يفوقوا ويبداوا يخرجوا زي ما قلت لك من الحاله اللي هم كانوا فيها اليومين اللي فاتوا، يبداوا يركزوا في المباراه اللي جايه اللي هي مباراه سموحه، اللي انت لو قدرت تكسبها وهتقرب بنسبه كبيره قوي من الدوري، وان شاء الله كمان نتائج المباريات بتاعت اليوم ده تخدمك وتكون في صالحك. فنفسيه اللعيبه مهمه جدا لان هي هتاثر بنتيجه ان شاء الله ايجابيه في ارض الملعب، مستواهم اللي هيكون في مباراه سموحه اللي احنا كجمهور كلنا وراهم ومستنيينهم باذن الله يجيبوا لنا الفوز في المباراه ديت. خبر عن حسام عبد المجيد وخبر عن عدي الدباغ. نبدا بالخبر بتاع حسام عبد المجيد. ناس كتير الفتره اللي فاتت قالت ان كابتن معتمد جمال هيستبعد حسام عبد المجيد بسبب ان هو ضيع ضربه جزاء قدام الاهلي، وكان سبب من اسباب الهدفين اللي دخلوا فينا، وكان عنده اخطاء كتير في مباراه الاهلي اللي فاتت. ولكن دوت مش صح خالص، يعني حسام عبد المجيد ولا هيتم استبعاده، وكابتن معتمد عنده ثقه كامله في حسام عبد المجيد ان هو لعيب كبير وان هو لعيب خبره وان هو يقدر ان هو يفوق نفسه ويرجع نفسه على طول وما يخليش دماغه تروح ورا الغلطات ورا الكلام فبنسبه كبيره هتشوف حسام عبد المجيد في التشكيله الاساسيه امام سموحه. يبقى حسام عبد المجيد والونش هم اللي هيكونوا موجودين امام سموحه، ومش هيبقى فيه استبعاد لحسام عبد المجيد ولا اي حاجه من الكلام اللي بيتقال ده خالص. خبر بقى بتاع عدي الدباغ ان بنسبه كبيره ناصر منسي هيكون دكه، وعدي الدباغ هو اللي هيبدا في مركز المهاجم لنادي الزمالك. انا بايد الكلام ده جدا، انا شايف ان ناصر منسي محتاج ان هو يريح شويه على الدكه، ومحتاجين فعلا عدي الدباغ. دي ماتشات عدي الدباغ اللي هي الفرصه اللي بتيجي ما بتتكررش تاني، وناصر منسي بقاله فتره بيضيع، مش مركز بقى، هو مضغوط، هل مش قادر يستحمل الضغوطات، هل متوتر، محدش عارف. فشايف ان المركز دوت محتاج عدي الدباغ، لان عدي الدباغ من المهاجمين اللي هم بيسجلوا اللي هو من انصاف الفرص. وناصر برضو كده، بس عادي، ناصر دلوقتي عنده باد لك، مستواه مش احسن حاجه، فما فيهاش حاجه خالص لما يبقى على الدكه وينزل كبديل عادي جدا، ما فيهاش اي حاجه. والخبر الاخير معانا ان برضو بنسبه كبيره محمد اسماعيل مش هيلعب ناحيه اليمين، وهنشوف محمد ابراهيم في مكانه الطبيعي، واللي انا شايف برضو ان دي حاجه صح جدا. محمد اسماعيل لعيب كويس طبعا ولكن مش مركزه، وحتى لما بيأدي فيه بشكل يعني ممكن نقول جيد، ولكن طبعا وجود محمد ابراهيم في مركزه واللعيب طبعا يعني قدم لنا حاجات كتير قبل كده اطمنا. فانا شايف ان انت مش مستاهل المغامره، العب عادي بمحمد ابراهيم